لو ان الدنيا كلها اجتمعت عليك فثق ان باب السماء مفتوح. قف على باب الله، لا اله الا الله، وتذلل الى الله، واعلم انه سوف يجيب طلبك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده انت، وعلى الطريقة التي يريدها هو، لا على الطريقة التي تريدها انت. بس خليك انت في معية الله، بس في معية الله بس تسلم. احنا مش قلنا من قبل يعني ان اردت ان تعود الى منازلك الاولى في الجنة فعرج بوادي المتهجدين فان القافلة تمر من هناك. صح. اما قلنا من قبل ان دعاء السحر سهام القدر؟ بلى. اما قلنا ان المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة؟ بل ليه تغيب عننا اخلاقيات لا اله الا الله؟ انظر الى لا اله الا الله لما تكون في القلب كيف تكون قوة الانسان. ثانية يستهين ينظر الى الناس كده سبحان الله. ولذلك سيدنا موسى وسيدنا هارون اول ما بلغهم بالرسالة قال يا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. لحظة بشرية ده فرعون، فهو واحد عادي فرعون. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. الله. واحد معه ربنا يسمع ويرى. هو هل هو مع هارون وموسى فقط؟ لا، مع الكل. ومع الكل. الكل عيال الله وهو رحيم به. نعم. الكل عبيده، الكل في معيته ان كانوا ان جعلوه في معيتهم. انا انيس من انسني وجليس من جلسني وانيس من ائتنس بي. هي كده، هي كده. فالمسألة مسألة ان افهم فقه لا اله الا الله. الصحابة فقهوها فكانوا اقوياء. طيب يعني انا ساكمل مع فضلاتكم في الحلقات القادمه اخلاقيات لا اله الا الله، لكن يعني بعد هذا التجوال والتطرف هنالك سؤال يلح على ذهني من بدايه الحلقه: ما هي العوائق والموانع التي تمنع كثيرا من الناس عن التخلق باخلاقيات لا اله الا الله؟ عدم وجود لا اله الا الله اول عائق. سلم يا رب. طبعا. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. هو مؤمن بالله نعم لكن مشرك، يخاف من المخلوق، يخاف من مدير المؤسسه، يقول لك يخصم لي يومين، يفصلني، يعمل كذا، فلذلك ينافقه وينحني ده. لكن لا، المؤمن انا احترم الناس واجد اصحاب الاقدار وينزل الناس منازلهم، لكن لا انحني الا لله، لا اتضعضع الا لله. من دخل على حاكم او غني فتضعضع له لغناه او لجاهه ذهب ثلث دينه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. طبعا ايه ونافقك على ايه؟ انا انافقك ليه؟ انا خليني واضح الصوره يا اخي، خليني واضح الصوره. هذا سبحان الله. فالمؤمن قوي بفقه لا اله الا الله. فاول عائق عدم وجود لا اله الا الله اساس.